انت في كومباوند سكني كده وفي مجموعه من الفيلا السكنيه، وانت اول واحد استلمت وهتبدا تشتغل وهتبدا تحفر، والارض بتاعتك وسط كومباوند في الطل كده، ما جنبكش ولا جار ولا طريق ولا اي حاجه خالص. هل تتوقع انك لما تبدا تحفر وتنزل على عمق 5 متر الدنيا هتمشي سهله كده؟ طبيعي التربه بتاعتك من جميع الجوانب هتبدا تهيل وتقع جوه حدود الحفر بتاعتك. فهنا بنعمل حاجه اسمها الحفر المكشوف او الحفر الامن، ودي نسبه ميول ببدا احققها عشان خاطر امنع تهيل التربه جوه حدود الارض بتاعتك. وعلى افتراض انك بتحفر في تربه رمليه، نسبه الميول الامن المفروض تحققها 1 ل1، وال5 متر اللي نزلتهم تحت في عمق الحفر بتاعك لازم تحقق زيهم بره حدود الارض بتاعتك عشان تكون لك ميول بنسميه ميول الحفر او الحفر المكشوف. هل تتوقع بقى ان تكلفه الحفر المكشوف على عمق 5 او 3 متر هم زيهم زي 20 و25؟ ما هو طبيعي لو بتبني برج ارتفاعه معدي ال 80 دور وفيه اكتر من بيزمنت، عمر ما عمق الاساسات بتاعته هتكون نفس عمق الاساسات بتاعت فيلتك. فهل من الطبيعي اعمل حفر مكشوف على بعد 25 متر في جميع الاتجاهات عشان خاطر احقق نسبه الميول المناسبه؟ اكيد بتهزر. انت متخيل حجم التكلفه هتكون عامله ازاي؟ ساعتها بقى بلجأ لسند جوانب الحفر، ودي الحاله الوحيده اللي بضطر اعمل فيها سند جوانب حفر باستخدام الخوازيق، مع ان مفيش جنبي ولا طريق ولا جار محتاج احمي المبنى بتاعه. شفت اللفه دي كلها عشان خاطر اقول لك حاجه واحده بس، ان تكلفه السند بالخوازيق اقل بكتير من تكلفه الحفر المكشوف. انا محمود طار وده كان فيديو النهارده. سلام.